لو سألتك ايه اكتر حاجة مجهولة في الكون ده، يمكن الفضاء. وده علشان انت متخيل اللي ده حجم كوكب الارض في المجموعة الشمسية، ولو بعدنا شوية دي مجرة درب الدبانة اللي كوكب الارض فيها، ولو بعدنا اكتر ده هو الكون اللي فيه مليارات المجرات، وكل مجرة فيها مليارات الكواكب. انت متخيل حجم كوكب الارض في وسط كل ده؟ حرفيا احنا عايشين في المجهول. وعشان كده قلتلك ان الفضاء يمكن تكون اكتر حاجة مجهولة في الكون ده. والحاجة التانية يمكن تقول المحيط او البحر، وده علشان احنا اكتشفنا كائنات بحرية كتير، وبعد كل ده واحنا اكتشفنا حوالي 3% من الكائنات بس. يعني في حوالي حاجة و90% من الكائنات مجهولة، ما نعرفش اي حاجة عنها، عايشين في اعماق البحار ما شفناهاش قبل كده. وطبعا جونجي ايتو ما بيسيبش حاجة زي كده، وعمل لنا قصة عن الفضاء اللي بتكون في مجرة بتقرب جدا من قرية معينة، وبتعمل لعنة في قرية وبتصيبهم بالجنون او الموت. ودي كانت قصة اوزوماكي، اسيب لك ملخصها في الوصف. لكن القصة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة هي قصة بتتكلم عن البحر، وعلى قد ايه البحر فيه مخلوقات غريبة عايشة في اعماق البحار. والقصة بتكون اسمها جيو، والقصة بتكون متكونة من 19 فصل رئيسي، وانا مرضتش اخليها على اجزاء، قلت اخليها في فيديو واحد كده على طول. فكفاية رغي لغاية هنا، وما تنساش تعمل لايك واشتراك، واهم حاجة تصلي على النبي وتدعي دعوة لاخواتنا. ويلا نبدأ في الفصل الاول. بتبدأ قصتنا بشخص اسمه تاداشي، وكان عايم تحت البحر بهدف المتعة والاستمتاع، وبيفضل مكمل عوم لغاية اما بيلاقي سفينة عملاقة تحت البحار. ولما بيقرب اكتر بيكتشف اللي هي سفينة حربية، ولسه رايح يكتشفها ويقرب منها اكتر، لكن بيلاحظ حاجة غريبة، ان بيكون موجود اسماك قرش وبتقرب عليه. وطبعا بيقرر يهرب قبل ما يلاحظوا وجوده وياكلوه. لكن بيحصل حاجة غريبة، بيلاقي حاجة جاية من بعيد بسرعة كبيرة، حرفيا من سرعتها الجنونية ما بيلحقش يشوف ايه المخلوق ده. لكن لسوء الحظ اسماك القرش بيشوفوا تاداشي وبيهجموا عليه، وطبعا بيجري منهم باقصى سرعته. وبنعرف اللي هو في سفينة صغيرة في وسط البحر، وبيطلع على سطح المية وبيكلم حبيبته اللي بنعرف اللي اسمها كوري، وبيقول لها ساعديني بسرعة علشان في اسماك قرش بيجروا ورايا. ولما بيطلع من كتر الرعب بيفضل يشتم فيهم، واخيرا بيهدى شوية من الفزع اللي هو كان فيه، وبيبدأ يحكي لها عن المخلوق الغريب اللي شافه في البحر، وبيقول لها اللي هو كان سريع جدا وانا ملحقتش اشوفه. لكن كوري ما بتردش عليه، وبتقول له اللي هي عاوزة تروح البيت، وده علشان بتكون شامة ريحة وحشة في البحر. وكانوا في طريقهم للمنزل، وبرضه كوري بتشم نفس الريحة الوحشة، فبتقرر تستحمى. وبنعرف اللي هما لسه متجوزين جداد وبيحبوا بعض جدا، لكن كوري بتقول له انك ريحتك وحشة. فتاداشي بيستغرب وبيقول انا مش ريحتي وحشة قوي كده، وبتفضل تديله نصايح زي تغسل سنانك في اليوم مرتين. فبيتعصب منها وبتحصل خناقة بسيطة ما بينهم، لكن كوري بتكون لسه شامة الريحة الوحشة وبتتخانق معاه، وبتطلع بره البيت. وعلشان تاداشي بيحبها فبيقرر يطلع يدور عليها ويجيبها، لكن بيلاحظ ان في ريحة وحشة بره البيت. وبيكمل مشي وبيقابل كوري بتكون واقعة على الارض، ولما بيسألها في ايه بتشاور له على حاجة موجودة في العشب، وبتعدي بسرعة جنونية من جنبهم، وده نفس الكائن السريع اللي شافه في المية. وبيتضح ان الريحة الوحشة دي جاية من الكائن السريع، وكيري بتكون كارهة الريحة بطريقة جنونية. فبيروحوا البيت وكيري بتستحمى تاني علشان الريحة دي تتزال. ولما بتخلص حموم بتقوله اللي انا لسه شماها، وبتتعصب جدا من الريحة وبتفضل تزعق، وبتقوله روح اشتري معطر علشان الريحة دي. وبالفعل تاداشي بيروح علشان يشتري معطر، وكوري لسه بتستحمى للمرة التالتة علشان ما بتكونش طايقة الريحة، لكن بتسمع صوت جاي من الحمام، وبيكون صوت حاجة قاعدة تخبط اليمين وشمال. فطبعا بتتصدم وما بتكونش عارفة ايه مصدر الصوت ده، وبتستنتج اللي هو الكائن السريع اللي شافته بره. فبتقرر تقرب من الصوت وتشوف جاي منين، وكل ما تقرب الصوت يعلى اكتر واكتر. وبنلاقي مرة واحدة صريخ من كوري، وما بنعرفش هي شافت ايه.
عليه. وبيجي تداشي من البيت وبيكون اشترى المعطر، ولسه يدوب بيفتح الباب بيلاقي ريحة جاية من جوه البيت وحشة جدا، فبيطلع المعطر وبيرش في كل انحاء البيت. ولسه بيدخل الصالة وبيتصدم، بيلاقي كوري وقع على الارض وفقد الوعي، وبيتساءل ايه اللي عمل فيها كده. فبيسمع صوت جاي من الأوضة اللي فوق، فبيقرر يطلع ويشوف ايه مصدر الصوت ده. وبيفضل يقرب ورا مصدر الصوت وهو عمال يزيد، وبيلاقي الصوت جاي من ناحية الأوضة دي. فبيدخل الأوضة وبيبص فيها وبيلاقي الصوت جاي من ناحية يمينه، فبيقرر يمسك الفازة كدفاع عن النفس. ولما بيقرب بيلاقي رجل الكائن الغريب، تحس اللي هي عاملة زي رجل عنكبوت، وما بيلحقش يشوفه للمرة التالتة وبيجري سريع من جنبه. فبيلاحظ اللي هو استخبى جنب الكومودينو اللي هناك، فبيقرب من جنبه وبيقرر يزقه عليه، وده علشان يخلص عليه. وبالفعل بيلاحظ اللي هو صابه وعمل اثر دم، فبيقرر يوعى الكومودينو علشان يشوف ايه الكائن ده. وهنا كانت الصدمة، بيلاقي سمكة شكلها غريب، تحس اللي هي عندها ارجل من عنكبوت، وده كان سبب سرعتها الجنونية. وطبعا بيستغرب وبيكون اول مرة يشوف حاجة زي كده. وبيخلص الفصل الأول. ندخل بقى في الفصل التاني اللي بيكون لسه مصدوم من شكل السمكة الغريب، فبيقرر يطلع السمكة برا البيت، وبيعرف ان ريحتها وحشة جدا، وبيسيبها في الجنينة اللي برا وبيدخل البيت تاني. وبيلاقي كوري على الأرض وبتكون فائت، وبتقوله على شكل الوحش اللي هي شافته، لكن هو بيقول لها اللي أنا اهتميت بالموضوع واتخلصت منه. لكن هي بتكون لسه شم الريحة الوحشة، وبتطلب منه اللي هو يتصرف علشان بتكون مش طايقة الريحة. فبيطلع بره وبيحط وحش السمكة جوه شنطة وبيربطه باللزق، وبعد ما ربطه بيلاقيه لسه بيتحرك وبيخرم الشنطة. فبيمسك حجر عملاق وبيضربه بيه، وبيمسك اللزق وبيلزق الخرم اللي هو عمله. وطبعا هو بيعمل كده علشان ما يطلعش الريحة الوحشة بتاعته. وبيكون حاطط الحجر العملاق على وحش السمكة وبيدخل جوه، وبيلاقي كوري نامت على الكنبة، لكن بيلاحظ اللي هي سخنة وبيعرف اللي هي عندها برد. فبيقرر ينقلها في الأوضة بتاعتها، لكن بيلاقيها غاضبة وهي نايمة، وبتقوله اللي هي لسه شم الريحة الوحشة. ولما بتسأله انت عملت في الوحش ايه، فبيقول لها اللي انا ربطته في كيس. فبتكون متعصبة جدا من الريحة اللي بتكون شماها من الخارج، وبتقوله روح اتخلص منه بعيد. فبيطلع بره، لكن المشكلة اللي هو ما بيلاقهوش، بالرغم اللي هو ضربه بالحجر وحط الحجر العملاق عليه. وبيتساءل هو الكائن الغريب ده راح فين، لكن بيقول يمكن قطة شمت ريحة السمك ووكلته. فبيلاقي صوت جاي من جوه البيت، فبيجري بسرعة ناحية كوري اللي بيلاقيها صحيت من النوم مخضوضة. وبنلاقي الكيس اللي تداتشي حط الوحش جواه، بنلاقيه منفوخ وطاير في الجو، تحس اللي هو اتملى غازات لوحده. وبيخرم الكيس تاني برجله مرعبة. المشكلة اللي هو بيسقط تدريجيا، وبيجي ناحية كوري اللي بتخاف منه وبتطلع تجري. فتداتشي لسه رايح يمسكه، لكن بيتألم وبيعرف اللي هو اتعور منه، وبيلاحظ ان رجليه بتكون حادة جدا. فبيمسك كرسي وبيفضل يضرب في الوحش علشان يطلع بره. وبالفعل الوحش بيطلع من الشباك، لكن لسوء الحظ كوري كانت بتهرب لبره، فالوحش بيخبط فيها تاني. فطبعا تداتشي بيروح علشان يساعدها، لكن الوحش بيتخطاها وبيروح لبعيد. وركزوا في الحتة دي، تحس ان الكيس بيتنفخ تاني تلقائيا. وبنعرف اللي شخصية تداتشي بيحب الخير للجميع، عكس شخصية كوري اللي بتكون مغرورة الى حد ما. وده علشان كوري بتكون واقعة على الارض، وتداتشي بيسيبها وبيكون عاوز يروح يتخلص من الوحش علشان ما يكونش خطر على البشرية. لكن كوري بتطلب منه اللي هو يسيب الوحش ويجي يساعدها. فبيروح تداتشي اللي بيعرف
بيعرف ان الوحش اتجه ناحية الشاطئ، وبيبص وما بيلاقيش اثر ليه، لكن بيسمع صوت جنبه، ولما بيبص بيلاحظ بحاجات بتتحرك وبيتضح اللي هي سمك. لكن لما بيقرب هنا بتكون الصدمة، بيعرف ان الوحش ده ما كانش لوحده، وبيكون في اسماك كتيرة بنفس صفات الوحش. وبيخلص الفصل التاني، بيبدأ الفصل التالت اللي بنلاقي السمكة بتعدي من جنبه بسرعة كبيرة، فبيبص وبيلاقي كذا سمكة بتجري بسرعة كبيرة، وبيتصدم وبيعرف ان السمكة اللي شافوها ما كانتش لوحدها اللي كده. وطبعا بيقول له شورتي على اللي هو شافه، وبيقول له ان في اسماك بتكون شكلها غريب وبتكون سريعة جدا، لكن الشورتي ما بيصدقهوش، وبيقول له ده يمكن كلب ولا قطة بس انت اللي ما شفتهاش كويس. فتداتشي بيقول له كوري علشان تشهد معاه والشورتي يصدقهم، لكن كوري ما بترضاش تتكلم علشان بتكون زعلانة من تداتشي، وده علشان سابها ومرضاش يساعدها، وبيزعل منها علشان ما شهدتش معاه مع الشرطي. لكن كوري بتدوخ علشان لسه بتكون عندها برد، وطبعا تداتشي بيقرر يوديها البيت. وهنا بتبدأ الكارثة الحقيقية، اللي بنعرف اللي بتكون في سفينة في وسط البحر، وصياد فيهم بيصطاد سمكة، وبنلاحظ اللي هي بتكون متصابة بالمرض. ومن ناحية تانية بتكون في سفينة عملاقة بتصطاد بالشباك، ولما بيطلعوا السمك هنا بتكون الصدمة، بنلاقي السمك بجميع انواعه متصاب بالمرض، وبيكونوا رجليهم زي رجل العنكبوت، وكلهم بيطلعوا يجروا بشكل عشوائي. وواحد من الصيادين بيروح علشان يضرب واحدة فيهم، لكن بسرعة جنونية بتطلع عليه، فطبعا بينزلها وبيضربها ضربة. المشكلة اللي بنلاحظ اللي فيه اخطبوط متصاب بنفس المرض. لو اللي في بالي طلع صح حرفيا العالم هينتهي. تخيل لو اسماك القرش او الحوت الازرق اتصابوا بنفس المرض. ومن ناحية تانية بنلاقي اشخاص في عطلة صيفية، وبيكون في واحد قاعد على الشط وبيلاحظ سمكة قرش، فطبعا بيناديهم بسرعة وبيقول لهم خلي بالكم في سمكة قرش. وطبعا بيلاحظوها وكلهم بيطلعوا بره الشاطئ، لكن المشكلة اللي سمكة القرش بتتجه ناحيتهم وبتجري عليهم بسرعة كبيرة. حرفيا كلهم بيستغربوا وبيقولوا هي سمكة القرش اللي داخل علينا، هي تطلع بره الشاطئ ولا ايه؟ ما كده هتموت. لكن سمكة القرش بتكون مكملة وخلاص دخلت عليهم. وهنا بتكون الصدمة اللي كنا خايفين منه حصل، بنلاقي سمكة القرش متصابة بالمرض وبتكون عندها أرجل عنكبوت، يعني ده معناه اللي هي بتكون سريعة جدا. نرجع بقى لكوري اللي بتكون لسه تعبانة، ومرة واحدة بتقوم وبتقول اللي هي شم الريحة، يعني ده معناه اللي بيكون فيه سمكة متصابة قريبة منهم، وده علشان السمكة بتتميز بالريحة الوحشة. وكوري بتقوله ان الريحة جاية من الخارج. فتداتشي بيبص من الشباك، وهنا بتكون الصدمة، بيلاقي سمكة القرش اللي كانت على الشط بتلتهم كل الناس اللي كانوا على الشط وبتكون عاوزة المزيد. وبيخلص الفصل الثالث، وانا لاحظت كام حاجة كده هيفيدونا في القصة. اول حاجة ان سمكة القرش وجميع الاسماك بيكونوا فيهم انابيب هي المسؤولة عن الغازات اللي بتطلع الريحة الوحشة، وعلشان كده لما تداتشي حط السمكة في الشنطة وربطها اتنفخت تاني. ندخل بقى في الفصل الرابع اللي بيكون سمكة القرش بتعدي من جنبهم، وتداتشي بيقول لكوري ما تطلعيش صوت علشان بيكون في سمكة قرش بره. حرفيا كوري لما بتعرف اللي فيه سمكة قرش بره بتخاف وبتقول اللي هم يموتوا. المشكلة اللي سمكة القرش بتسمعها وبترجع لهم، وطبعا هم بيسمعوا صوت خطوات جاي عليهم وبتفضل تخبط على الباب بطريقة وحشية، فبيلاقوا الصوت هدي. فتداتشي بيقوم علشان يشوفها هي راحت فين، فبيلاقيها اللي هي كسرت باب الدخول. فتداتشي بيقفل باب الأوضة اللي هم كانوا فيها وبيقول
كوري اهربي انتي من الشباك عبال ما انا اعطلها شوية. المشكلة اللي سمكة القرش بتزق الباب وبتطير تداتشي، وكوري بدل ما تساعده بتقرر تهرب هي، لكن لسه بتفتح الشباك بتلاقي اسماك كتيرة جدا وكلهم بيبقوا متصابين بالمرض وبيجروا بسرعة كبيرة. شكل كده العالم هينتهي. المشكلة اللي كوري بتسيب تداتشي وبتطلع تجري، ولسه بيقول لها انت رايحة فين، فبيبص جنبه بيلاقي سمكة القرش رايحة تاكله، لكن لحسن الحظ بيجري وبيلاقي كوري طالعة فوق فبيطلع وراها. المشكلة اللي بيلاقي سمكة القرش جاية وراه، لكن لحسن الحظ ما بتقدرش تجري بسرعتها الكاملة، وده علشان الجدار بيكون ضيق عليها، لكن بتعافر وبتكسر الجدار وهي طالعة. فتداتشي بيبص وراه وخلاص بيلاقيها طلعت، فبيدخل الأوضة اللي كوري مستخبية فيها. المشكلة اللي كوري بتقوله انت ايه اللي جابك هنا، اطلع اتخلص من سمكة القرش دي، لكن تداتشي بيقول انا مش هقدر اقاتلها، هي اقوى مني بكتير. لسه ما خلصش جملته بيلاقي سمكة القرش بتكسر الباب، حرفيا بتطير تداتشي. فتداتشي بيتعصب وبيمسك الشماعة وبيلاقي سمكة القرش رايحة تهجم عليه فبيضربها، ولحسن الحظ بتقع من الشباك واخيرا بيخلصوا منها، وهم مش مصدقين اللي اخيرا طلعت بره. وبيخلص الفصل الرابع. ندخل بقى في الفصل الخامس اللي بيكونوا لسه بينظروا الى سمكة القرش. المشكلة اللي هي بتكون لسه عايشة، وبنعرف اللي مدينة طوكيو كلها اتحولت لمجزرة، جميع الاسماك بكل انواعها متصابة بالمرض وبتجري في وسط الشارع، حرفيا ما بيعرفوش يتصرفوا ازاي سكان المدينة. كل اللي بيقدروا يعملوه اللي هم يهربوا، ده حتى اللي بيكون فيه شرطي بيفضل يضرب فيهم بالعصاية لكن بلا فايدة. وبنلاقي سمكة قرش من نوع غريب بتكون متجهة ناحية شرطي، فالشرطي بيضطر اللي هو يضربها بالنار، لكن حرفيا ما بيأثرش فيها وبتهجم عليه وبتلتهمه. وتداتشي كان قاعد بيشاهد الأخبار وبيعرف كل البلاوي دي، وبيتساءل ليه كوري بقالها كتير ما طلعتش من الأوضة، فبيدخل عليها علشان يشوفها بيلاقي كوري بتزعق وبتقول له اطلع بره. حرفيا البنت اتعقدت من اللي هي شافته، فتداتشي بيقرر يروح عند عمه اللي بنعرف اللي هو عالم وبيكون شاطر جدا، ودي بتكون المساعدة بتاعة عمه. وبيدخل تداتشي لعمه اللي بنعرف اللي هم بقالهم كتير ما تقابلوش، وبيفضلوا يفضفضوا مع بعض في الكلام. وبنعرف اللي البيت اللي سمكة القرش دمرته بيت عمه، فبيقول له انا اسف لمنزلك اللي اتدمر بسبب اسماك القرش. فطبعا عمه بيستغرب وبيفتكر اللي هو بيهزر، اصل ازاي سمكة قرش يعني تدمر البيت؟ فبيقول له انت ما شفتش الاخبار ولا ايه؟ ده الدنيا كلها متدمرة بسبب الاسماك. فعمه بيقول له اللي انا ما بتفرجش على التلفاز، وبيبدأ يحكي له الموضوع من البداية خالص. فعمه بيقول له انت ليه ما جبتليش سمكة منهم علشان اعمل عليهم تجارب؟ لكن تداتشي بيقول له اللي هي متوحشة ومن الصعب الامساك بها، وعمه لغاية دلوقتي بيكون مستغرب من القصة الغريبة دي. نرجع بقى لتداتشي اللي بيروح البيت بيلاقي كوري بتقول له اللي انا شم الريحة، وده معناه اللي فيه اسماك متوحشة قريبة منهم، لكن بيحاول يهديها وبيقول لها اللي انا لسه جاي من بره ومفيش اسماك متوحشة. فبيعمل لها كوباية شاي علشان تهدى وبيقدمه ليها، لكن بنت المجنونة بتقول اللي انا لسه شم الريحة، وبتفضل تصرخ وبتطلع تجري في الخارج. فتداتشي بيطلع يجري وراها وبيوقفها، وبتفضل تقول له اللي انا شم الريحة قاعدة تقرب. وبنلاقي مجموعة من الناس بيشاوروا على حاجة فوق، ولما بيبصوا بنلاقي حاجة مش واضحة بتقرب عليهم. ولما كوري بتركز اكتر هنا بتكون الصدمة، بنلاقي الكيس اللي ربطه تداتشي. فطبعا كوري بتطلع تجري وتداتشي بيجري وراها، وبنلاقي الكيس متجه ناحيتهم. فتداتشي بيمسك ايد كوري وبيدخلوا شارع جانبي، ولسه رايح يهديها وبيقول لها اللي خلاص مشي، لكن كوري بتبص وبتلاقيه داخل عليهم. وبنلاقي الوحش بيفرقع الكيس برجله، وطبعا بيسقط تدريجيا. وبالرغم اللي تداتشي زق عليه الكومودينو وضربه بحجر عملاق، وبالرغم كل ده ولسه على قيد الحياة. وبيخلص الفصل الخامس.
ندخل بقى في الفصل السادس اللي بيكونوا لسه مستغربين من السمكة الغريبة، فتداتشي بيقرر ياخدها لعمه علشان يعمل فيها تجارب، وبنلاحظ ان السمكة نفخت الكيس تاني، فبياخدها عمه لسه بيفتح الكيس بيلاقيها طلعت ريحة وحشة جدا. لكن عمه بيفتكر حاجة من الماضي وبيقوله الريحة دي بتفكرني بوالدي، وبيقوله ان والدي كان عالم وبيحب يشتغل في مختبر سري، لكن لسبب مجهول بيموت وبشم عنده نفس ريحة السمكة المتوحشة. الموضوع فيه ان وتداتشي وهو في طريقه ناحية البيت بيلاقي كوري قاعد على الارض وحرفيا بقت شبه مجنونة، وده علشان بقت شامة الريحة في كل مكان. حرفيا البنت اتعقدت وبقت مرعوبة، وبيجي الليل وبيناموا، لكن تداتشي بيصحى في نص الليل وبيستغرب جدا لما بيلاقي ريحة وحشة، وده معناه اللي بيكون فيه وحش جنبهم. وبنلاحظ ان كوري بتكون صاحية وشكلها مخبية حاجة. نرجع بقى لعم تداتشي اللي بيحاول يشوف ايه نوع السمك الغريب ده، واللي بيلاحظ ان السمكة نفسها ماتت لكن رجليها ما زالت بتتحرك، وبيكون متوتر وخايف، لكن بيبدأ تحليل فيها وبيبدأ يفصل أعضائها من بعض. ولما بيخلص هنا بتكون الصدمة، بيلاقي جسم السمكة السفلي منفصل عن جسم السمكة الرئيسي. تحس ان جسم السمكة ده حد صنعه للسمكة مخصوص، يعني الرجل دي هي المسؤولة عن سرعة السمكة الكبيرة، والخراطيم دي اللي بتدخل في شرايين السمكة علشان تساعدها تتنفس، وهي برضو المسؤولة عن الغازات اللي بتكون ريحتها وحشة، واخر حاجة الاشواك اللي بتمسك في السمكة ذات نفسها. وبيستغرب جدا من شكلها الغريب، ولسه رايح يلمس الاشواك اللي بتكون في النص، لكن الاشواك بتمسك في دراعه، حرفيا بتكلبش فيه. وبنلاحظ ان الاشواك بتمسك في عروقه، تحس اللي هي خلاص سيطرت على دراعه، حرفيا ما بيكونش قادر يستحمل الوجع. بيحاول يفكها لكن ما بيقدرش، بتضغط عليه اكتر واكتر. وبيخلص الفصل السادس. ندخل بقى في الفصل السابع اللي لسه مش قادر يفك المجسم من دراعه، وطبعا المساعدة بتاعته بتسمعه وبتيجي علشان تنقذه، وما بنعرفش ايه اللي حصل معاهم، ما بنسمعش غير صراخه. وبنعرف الاخبار ان السمك سيطر على اليابان كلها، وتداتشي بيجيله اتصال من عمه وبيعرف ان عمه عاوز يقابله، ومساعدة عمه بتستقبلهم بره، لكن بنلاحظ ان وشها يائس او مليء بالاحباط. وطبعا تداتشي بيلاحظ كده وبيسألها هو في حاجة ولا ايه، لكن هي بتقوله ان مفيش حاجة. وبنلاقي مرة واحدة كوري بتقول اللي هي شم ريحة وحشة، وده معناه اللي فيه وحش سمكة جنبهم. فبيجي عمه وبيستقبلهم جوه وبيقوله اللي انا عارف اللي انت عاوز تمشي في اسرع وقت علشان الريحة الوحشة دي، لكن انا عاوز احكي لك قصة مهمة جدا. وبنعرف هنا بداية صنع المجسم الغريب، وهنا هنفهم كل حاجة. وبيقوله الريحة اللي انتوا شمينها دي رائحة الموت، وبيفهمه اكتر وبيقوله والدي هو المسؤول عن كل ده، وبيقوله ان والدي كان في حرب وكان عالم للجيش الياباني، وكانوا بيعملوا تجارب في الحيوانات علشان يكسبوا الحرب، وبيخلوا الحيوانات تنتج غاز ريحته وحشة جدا، والغاز بيفضل شغال بلا توقف، ولما بيسدوا الاماكن اللي بتطلع منها الغاز بيتنفخ زي البالونة، وريحة الغاز دي ما بيكونش حد قادر يستحملها، وده علشان الغاز ده بيكون فيه جراثيم بتؤدي للمرض او الموت. وطبعا الجيش الياباني استغل الموضوع ده في الحرب، وكان بيعمل تجارب في الحيوانات وبيخليها تروح ناحية الجيش الخصم، وده طبعا علشان مش هيقدروا يستحملوا الريحة ويكسبوا الحرب. لكن في بعض الحيوانات ما بتقدرش تتحرك، وده علشان الجراثيم اللي بتنتج من الغاز. المشكلة الكبيرة اللي بيصنعوا الآلة اللي احنا شايفينها حاليا في الأسماك، وطبعا الآلة دي بيكون جواها حيوان بينتج الريحة الوحشة، وده طبعا علشان الآلة تفضل ماشية بدون توقف ناحية الأعداء. يعني الوظيفة الأساسية للآلة دي علشان كانوا
كانوا عاوزين يستخدموها في الحرب، لكن لسبب مجهول فقدت السيطرة على نفسها وبدأت تنتشر في كل العالم. وبيقول له اللي انا عارف اللي القصة تبان غريبة لكن هو ده اللي حصل. وبنلاقي كوري ما بتقدرش تستحمل الريحة وبتقول اللي هي عاوزة تروح الحمام، ومساعدة عمه بتكون عاوزة تساعد كوري علشان تروح الحمام، لكن كوري بتزعق لها وبتقول لها اللي انا اروح لوحدي. وبيستغربوا جدا من تصرفاتها الغريبة. وكوري بتدخل الحمام وبتلاحظ ان في حبوب في وشها وبتبقى خايفة جدا على شكلها وبتكون عاوزة تمشي من هنا، لكن بتشم الريحة الوحشة اللي بتكون جاية من الغرفة دي وبتلاقي رجل المجسم، فطبعا بتطلع تجري لكن المجسم بيجري وراها، وطبعا بتصرخ فتداتشي بيسمعها وبيروح علشان ينقذها وبيلاقيها واقعة على الارض وفاقدة الوعي. وبيبص بيلاقي مجسم داخل عليه وبيتضح اللي هو دراع عمه اللي اتسيطر عليه من المجسم، وهو طبعا قطع دراعه وده علشان قبل ما يسيطر على كل جسمه. وطبعا تداتشي بيتصدم من اللي هو شايفه. وبيخلص الفصل السابع. ندخل في الفصل الثامن اللي بيكون مستغرب من الدراع ده وبنلاقيه بيتحرك بشكل عشوائي، فطبعا تداتشي بيستغرب وبيتساءل ده دراع مين، فبيلاقي عمه بدون دراع وبيبدأ يفهمنا اكتر عن المرض الغريب ده. وبيقول ان الآلة اللي اتركبت في دراعي دي مليئة بالجراثيم المتطورة، وبيقول ان الانابيب اللي دخلت في دراعي دي بتعمل غاز سام، والغاز ده بيكون فيه جراثيم هو المسؤول عن تحريك الآلة. يعني ده معناه لو الآلة اتركبت في اي حاجة حرفيا هتسيطر عليها وهتحولها لوحش قاتل، وعلشان كده عمه قطع دراعه في اسرع وقت قبل ما الآلة تسيطر على جسمه بالكامل. وبنلاقي الدراع بيتحرك بشكل عشوائي تحس اللي هو متبرمج على كده. وعمه بيقول ان والدي هو اللي صنع الآلة دي، وده طبعا علشان كانوا بيستخدموه في الحرب، لكن الموضوع كبر منهم وفقدوا السيطرة عن الآلة، والآلة دلوقتي تقدر تسيطر على اي حاجة بسبب الجراثيم اللي فيها. فتداتشي بيتصدم من الكلام ده وبيقول اللي كده يمكن تسيطر على البشر. وبنعرف من الاخبار ان الحال زي ما هو، بيلاقوا انواع جديدة من السمك المتحول، وطبعا بيبقى الموضوع خطر عن الاول. وبنعرف اللي هم بنوا سور ناحية الشواطئ وده علشان الاسماك ما تطلعش تاني. وتداتشي بيفتكر كلام عمه عن الجراثيم وبيفتكر اللي هو اتصاب قبل كده من السمكة اللي جوه الكيس، وبيكون خايف لحسن يكون الجراثيم هتسيطر عليه. وبيستغرب ان كوري بقالها كتير جوه الأوضة، المشكلة اللي هو بيشم عند أوضتها الريحة الوحشة وده معناه اللي فيه وحش عندها. لكن لما بيفتكر كلام عمه عن الجراثيم بيخاف جدا وبيقول يمكن الجراثيم الملوثة في الجو سيطرت على كوري. ولما بيفتح الباب بيلاقي الريحة زادت اكتر وبيلاقي كوري مستخبية تحت البطانية وبيحاول يطلعها من تحت البطانية، لكن هي ما بترضاش تطلع وبتقوله اطلع بره، تحس اللي هي مش عاوزاه يشوفها كده. فتداتشي بيتعصب وبيشد البطانية من عليها، وهنا بتكون الصدمة. فاكرين دراع عمه اللي تسيطر عليه من الجراثيم كان شكله وارم ومليء بالحبوب، بنلاقي الشكل ده بقى في كوري في جسمها بالكامل، حرفيا جسمها كله مليء بالجراثيم. حرفيا تداتشي بيتصدم لدرجة اللي هو بيقول لها هو انت فعلا كوري؟ ما بيصدقش ان دي كوري حبيبته من كتر ما الجراثيم سيطرت عليها، وهي بتتنفس بيبان شكل الجراثيم وهي بتطلع منها. وكوري بتعرف ان تداتشي اتصدم من شكلها وبتقول له انا عاوزة المرآة علشان اشوف شكلي، لكن هو بيقول لها اللي احنا لازم نروح المستشفى. وهي بتصمم اللي هي تشوف المرآة وبتنزل من على السرير وهي عاوزة تشوف شكلها، ولما بتبص حرفيا بتتصدم، ما بتصدقش اللي هي دي نفسها. وتداتشي بيعرف ان وهي بتتنفس بتطلع نفس الريحة اللي بيطلعوها الوحوش وبيحاول يهديها، لكن هي بتقوله اطلع بره،
وانا مش عاوزك تشوفني وانا بالشكل ده. وتاداتشي ما بيكونش عارف يتصرف ازاي. وبيخلص الفصل الثامن. بيبدأ الفصل التاسع باللي بنعرف اللي الحاجز اللي عملوه علشان يمنعوا سمك من الدخول بيتكسر، وحرفيا ملايين من الاسماك بتدخل بطريقة كبيرة. لكن المشكلة هنا مش في الاسماك الصغيرة. الاسماك الصغيرة بتمشي بطريقة عشوائية، لكن المشكلة هنا في الاسماك الكبيرة اللي زي اسماك القرش. وبنلاقي عربية كانت جنب الشاطئ وكانت مسؤولة اللي هي تصور الاسماك علشان تذاعها في التلفزيون، لكن واحد فيهم بيشاور على حاجة جاية عليهم من البحر. وايوه بالظبط، ده اللي احنا كنا خايفين منه. بنلاقي الحوت الازرق اتسيطر عليه، وحرفيا حجمه بيكون كبير جدا وبيكون طالع من المية. والمشكلة اللي هو بيقوله انت لازم تصور ده بسرعة، لكن بيقوله ان الكاميرا وقعت تحت عند الاسماك. شكلنا كده داخلين على نهاية العالم. نرجع بقى لتاداتشي اللي بيسمع اصوات بره، ولما بيبص بيلاقي مجموعة كبيرة من الاسماك بيجروا بشكل عشوائي. المشكلة اللي هو بيبص بيلاقي كوري عاوزة تنتحر، لكن بينقذها قبل فوات الاوان. وبنعرف اللي هي عاوزة تقتل نفسها بسبب شكلها القبيح، وبتقوله اللي انا مش قادرة اتحرك بشكل سريع وبقى شكلي قبيح وانت اتدور على امرأة غيري. لكن هو بيستغرب من تفكيرها الغريب، وبتفتكر اللي هو هيسيبها وهيروح يتجوز مساعدة عمه. واخيرا بيعرف يهديها وبيقول اللي هو لازما يتصل بعمه في اسرع وقت، وده علشان يوريله حالة كوري اللي شكلها اتغير 180 درجة. وبيقول اللي انا لازم اخد كوري واوديها المستشفى في اسرع وقت. ولما بيفتح الباب هنا بتكون الصدمة، بيلاقي كوري كانت بتحاول تخلص من حياتها، لكن لحسن الحظ الحبل بيتقطع وبتقع كوري، وطبعا بيفك الحبل من عليها وبيعرف اللي هي لسه عايشة، وبيقرر ياخدها على ظهره ويوديها في المستشفى في اسرع وقت. وبيلاقي الدنيا كلها دمار، بيلاقي الاسماك المتحولة في كل حتة والناس مقتولة في كل مكان. وبيحاول يهدي كوري وبيقول لها ان كل حاجة هتكون كويسة، لكن المشكلة بيلاقي نفس سمكة القرش قدامه، وطبعا بتكون مستحلفة لهم فبتجري وراهم. وطبعا تاداتشي بيحاول يجري بأسرع سرعته، لكن هي بتكون سريعة جدا وقربت تجيبهم. المشكلة اللي بيلاقي جدار قدامه، وطبعا سمكة القرش بتكون وراه. وبيخلص الفصل التاسع. بيبدأ الفصل العاشر اللي بنعرف اللي سمكة القرش خلاص دخل عليهم وبتبقى خلاص رايحة تلتهمهم، وبتحط الرجل الأولى جنب تاداتشي، لكن لحسن الحظ تاداتشي بيتفاداها وبتيجي تضربه بالرجل التانية، لكن تاداتشي برضه بيتفاداها وبيحاول يعدي من جنبها، وبالفعل بيعرف يعدي وبينط وراها وبيقعوا هما الاتنين، لكن بيكونوا كويسين. وبيقول اللي هو لازم يهرب قبل ما سمكة القرش تلف وتجري وراهم، لكن بترجع بسرعة كبيرة وبتكون متعصبة منهم، وطبعا بتجري وراهم. فتاداتشي وهو بيجري بيلاقي نفسه قرب من بيت عمه، لكن لما بيبص بيلاقي سمكة القرش داخل عليهم بسرعة كبيرة، وبيحاول يطلع بكوري عند بيت عمه، وسمكة القرش خلاص بتكون هتلتهمهم. شكلها كده النهاية ولا ايه؟ لكن لحسن الحظ بيقعوا من على السور وبيدخلوا منزل عمه، وسمكة القرش بتكمل جري مع السمك وبيدخل عند بيت عمه. ولما عمه بيشوف كوري بيتصدم وبيقول ان حالتها سيئة جدا، وبيقول له روح انت وانا احاول اعالجها في اسرع وقت. وعمه بيمشي وبيسيبه، وهو في طريقه بيعرف ان الدنيا كلها في دمار، الاسماك العملاقة في كل حتة والجنود بتحاول تسيطر على الامر، والريحة الوحشة بقت في كل مكان، تحس اللي هي بقت حاجة عادية. المشكلة اللي وهو ماشي بيلاقي حاجة مسكت في رجله وبيطلع اخطبوط عملاق، ده حتى الاخطبوط اتصاب بالمرض. المشكلة اللي هو بيشده من رجله وبيكمل بيه جري، حرفيا بيمسح بيه الارض، بيجري بيه بسرعة جنونية. تاداتشي تعب على الاخر، لكن لحسن الحظ رجل الاخطبوط بيتقطع وبيتفلت،
وبيلاقي نفسه وقع في وسط مجموعة من الأسماك. تحس ان الأسماك موجودة هنا ومش عارفة تطلع من المكان ده، وتاداتشي طبعا بيخاف من الأسماك المتحولة وبيحاول يطلب المساعدة لكن لا حياة لمن تنادي. ولما بيحاول يطلع بيكون السور عالي عليه، طاقته بتكون خلصت وشكله هيستسلم، وطبعا بيكون تعب جدا ومش قادر يكمل وبيستسلم للأمر الواقع. وبيخلص الفصل العاشر، بيبدأ الفصل ال11 زي ما انتهى، وتاداتشي بيكون موجود لكن ما بنعرفش لسه عايش ولا لا. وبنعرف ان العالم كله في دمار، البشر يا اموات يا متصابين، والاسماك العملاقة في كل حتة. نرجع بقى لتاداتشي اللي لحسن الحظ بيكون لسه عايش، حرفيا بيكون خد على الريحة الوحشة اللي كان فيها. وبنلاقي الريحة الوحشة اللي بتكون على شكل دخان بتتشكل على اشكال غريبة زي على اشكال وشوش البشر، تحس اللي هم دولت الناس اللي ماتوا بسبب المرض. وتاداتشي بيتوقع اللي دولت هم الجيش الياباني اللي كانوا مسؤولين على كل الدمار ده، وده علشان هم المسؤولين عن صنع المرض. وبيستغرب جدا لما بيلاقيهم بيقربوا عليه وبيمسكوا دراعه، وبيسأل نفسه ماذا يفعلون. المشكلة اللي بيلاقي كوري معاهم، وطبعا بيستغرب جدا وبيفقد الوعي تاني. ولما بيصحى بيلاقي نفسه في المستشفى، ولما بيصحى بيلاقي ممرضين كتير وبيعرف منها نص البشر ماتوا والنص التاني متصابين. فبيسألها هو انا بقالي قد ايه فاقد الوعي؟ فبتقوله لمدة شهر، يعني بقاله في غيبوبة شهر كامل. فطبعا بيفتكر كوري وبيسألها هو في مريضة جات لكم اسمها كوري؟ لكن هي بتقوله اللي انا معرفش حد بالاسم ده. فبيقرر ينزل تحت وبيسأل الموظفة عن كوري لكن برضو ما بتكونش موجودة. فبيقرر يروح عند بيت عمه، وبيعرف ان الجيش تدخل علشان يحارب السمك. واحد فيهم بيقول له انت بتعمل ايه في الخارج؟ انت عاوز تموت ولا ايه؟ واخيرا بيوصل عند بيت عمه، وطبعا اول حاجة بيسأله فين كوري؟ فعمه بيقول له للأسف ماتت. حرفيا تاداتشي بينهار، بيفضل يعيط وبينهار من البكاء. الإنسانة الوحيدة اللي كان عايش عشانها ماتت، ما بيكونش عارف يعمل ايه ولا يروح فين دلوقتي. وبيقول لعمه هي فين دلوقتي؟ انا لازم اشوفها اخر مرة. لكن عمه بيحاول يقوله ان الحياة مش هتقف عند كوري، حاول تنساها وتروح تعيش مع والدك ووالدتك. وتاداتشي بينام عند عمه، وبتدخل عليه مساعدة عمه وبتصحيه. تحس اللي فيه كلام كتير جواها عاوزة تقوله، وبتقوله اللي انا مش قادرة اكذب اكتر من كده، تعالى ورايا وافهمك كل حاجة. وطبعا تاداتشي ما بيكونش فاهم حاجة وبيمشي وراها، وبتقف قدام باب وبتقوله ان كوري هنا. حرفيا تاداتشي بيتصدم، ولما بيفتحوا الباب بنلاقي ريحة وحشة جدا، وبنلاقي كوري بالشكل ده، تحس اللي فيه جهاز سيطر عليها. وبيخلص الفصل ال11. وطبعا احنا بنتساءل ليه عمه كذب عليه وقال له ان كوري ماتت، وليه محتجز كوري وبيعمل عليها تجارب بالشكل ده، وكوري ليه بقت شكلها غريب جدا، وهل هي لوحدها اللي بالشكل ده ولا في غيرها كتير، وهل العالم هيقدر ينجو من الدمار ده؟ كل الاسئلة دي هنعرفها في الجزء التاني. وانا والله في اول الفيديو كنت ناوي اعملها على جزء واحد، لكن في بعضا منكم ما بيحبش الفيديوهات الطويلة، فما تنساش توصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات عشان اعرف انكم عاوزين الجزء التاني في اسرع وقت. فما تنساش تصلي على النبي وتدعي دعوة لاخواتنا. اشوفكم في الفيديو القادم.